السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بجد وحشتوني جدا جدا جدا. جايه لكم النهارده بقى بفيديو جديد. فيديو جديد يا رب يعجبكم وينول رضاكم ان شاء الله. هنعمل فيه شوية حاجات كده، وهنجهز فيه شوية تجهيزات وهوريكم دلوقتي هعمل ايه. مبدئيا كده انا كنت جايبة شويه مرقه دجاج كده باقي حساب مش عارفه ايه، وانا جبت شويه وماما ادتني شويه وكده، جمعتهم فرفتهم كده شويه، خدت جزء في طقم التوابل وجزء في كيس لما عاوزها هحتاجه. لميت القشر كده في الباسكت ده. الباسكت بصراحه اللي بيتعلق في المطبخ ده، عايزه اقول لكم عملي جدا جدا جدا، انصح بيه وبشده. تمام. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. في بدايه الفيديو بتاعنا كده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تفتكروا بقى القرنبيطه دي تستاهل ايه لايك؟ شفت انا قلت لكم اهو. القرنبيطه دي ما شاء الله اللهم بارك حلوه قوي. وطبعا هو ده موسم القرنبيط بقى. فهي كانت بصوا شايفينها اللي هي ناشفة كده في بعض، اللي هي مش معرشة او الزهور بتاعتها مفرعة من بعض، لا حلوة قوي. فبصوا ما شاء الله بتعمل كمية حلوة، شايفين عاملة كمية معايا عاملة ازاي. فانا يعني عملتها كده، قطعت الزهور بتاعتها كده، عملتها زهور يعني. اكيد مش هسلقها كاملة زي الكرنب. حتى الكرنب بنفرطه برضو. ما علينا، انا عملت دي كده زي ما انتوا شايفين، فرطتها لزهور كده ونضفتها بقى. لو فيها اي حاجة مش حلوة تشيلوها، اي بقع سودا كده من الطين بقى والارض والسوق وكده. فبنضفها كده كويس، بكون مجهزة هنا مية بتغلي. مية بتغلي علشان احط فيها القرنبيط، وبحط فيه ملح، وبحط فيه كمون. في المية دي بحط فيها ملح وكمون بس كده، ما بحطش غير كده. ملح طبعا عشان يطعم القرنبيط، وكمان الكمون علشان طبعا ريحته اللي هي مش بنحبها، وعلشان كمان الغازات اللي بيعملها في البطن وكده. تمام. والمهم هو مفيد اصلا وبيعمل طعم حلو. وبعدين هنغليه. ده طبعا ممكن يعني تقفي كده عند المرحلة دي بعد ما يتغلي كويس، تعمليه نص سوا، ما تخلوش يتسلق قوي، وتطلعي جزء منه تفرزيه، تحطيه في علبة او في اكياس تلاجة. واكياس تلاجة، وتحطيه في الفريزر. ممكن يقعد معاكي بالسنة. عايزة اقول لكم حلو قوي وبينفع في اي وقت. ممكن تعمليه فطار او غدا او عشاء، تعمليه مقلي او صينية، زي ما انت عايزة. بصراحة حلوة قوي. ف وعملي كمان جدا. والقرنبيطة بصوا ما شاء الله مطلعة كمية كويسة، يعني كمية محترمة. فانا حطيتها كلها كده في المية. وهبتدي بقى ان انا اسيبها تغلي كويس لحد ما تتسلق، وبعد كده هشوف هنعمل فيه ايه. بس كده انا سيبته اتسلق، وبعدين هصفيه. بصوا ملحوظة بس قبل ما تدلقي مكرونة او اي حاجة هتصفيها زي كده، اي حاجة يعني هتصفيها بمية مغلية، ما تنسيش تسمي الله، لان ما ينفعش تدلقي مية سخنة وكده يعني، فسمي الله. فسميت الله كده ودلقته في المصفى دي. طبعا لو انت عندك المصفى ستيل او الومنيوم هتبقى افضل من البلاستيك يعني. انا عندي الستيل بس كبيرة جدا، وبصراحة بكسل اطلعها يعني. وعندي واحدة صغيرة ما كانتش هتشيل الكمية دي، فانا لقيت دي مناسبة بقى. بس كده انا بطلعه برده على طول، لان انا سبته استوى زيادة. فلازم ان انا احطه تحت مية ساقعة على طول، علشان ايه؟ اوقف السوا بتاعه يعني، ما خلوهوش يتهري زيادة. ف بس عند الخطوة دي ممكن ان انتي بقى تشيليه. تعالوا بقى نشوف هنعمل هنا ايه. اهم حاجة بتتعمل جنب الاكل بقى المخللات بقى والحاجات الحادقة اللي بتفتح النفس دي. فطبعا انا اول حاجة عملتها هنا، قطعت طماطم كده. انا كل مرة بصراحة يعني بقطع الطماطم زي السلطة كده في الدقة دي. الدقة دي عبارة عن فلفل اللي هي الهريسة اللي انا عملتها معاكم قبل كده. فلفل والتوابل بتاعته وخل وليمون وكده. فانا بقطع الطماطم دي زي السلطه فيه، يعني بعمل بيها البتنجان. فقلت المره دي اغير، يعني اعمل الطماطم دي في طبق لوحدها كده. تغيير يعني. وكمان زي ما انتوا عارفين معايا ان العين بتاكل قبل البطن، فلازم ان انا ازين الطبق بالشكل ده كده. عادي يعني، حركة بسيطة بس بتبقى بتدي شكل حلو يعني. عايزة اقول لكم الفيديو ده اتمسح منه كتير جدا، كنت عاملة مقاطع حلوة قوي قوي ومفيدة عن كده بكتير. بجد والله مش عارفة، اتضايقت قوي ان هي اتمسحت.
انا مش عارفه سبت هنا الطماطم ورحت فين، لا اديني جيت اهو. بس بقى كده وكمان البتنجان اهو. هنعمل بقى بتنجان والطماطم. بصوا بقى اللخبطه، يعني انا لخبطت الفيديوهين عن بعض، بس بتحصل يا جماعه في افضل العائلات يعني. المهم انا هنا كنت بوريكم بقى القرنبيط بعد ما اتسلق. بس حلو قوي يعني، اللي هو ما اتهرش قوي ولا اللي هو ني قوي. وكمان قعد معايا كمان في التلاجة وحلو يعني. وكمان عملت ايه بقى، بتنجان كنت جايبه طماطم عشان هما دول اللي كانوا في البوله دي، هما اللي عندي بس. جبت طماطم وكمان جبت بتنجان. بس انا بجيبه بقى الحجم اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو مش بجيب اللي هي الطويله قوي ان انا اقصها. يعني اقطعها اتنين او الصغيره قوي بتنشف في الزيت. ما بتبقاش فيها يعني البتنجان بتبقاش مليانه كده وحلوه ان انت بتاكلي مخلل، لا بتبقى ناشفه كده وبتنشف بتبقاش حلوه. فبجيب اللي هي الوسط دي وبقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن اشيل اللي هي الزرعه بتاعتها اللي فوق دي بس واسيبها كده، لا بس انا بحب اقصها بالشكل ده. بحسها كده احسن يعني، ملهاش لازمه ان انا اسيب اللي فوق دي. وكمان جبت طماطم زي ما وريتكم كده عشان ما كانش عندي غير اللي في البوله دول. بتنفع بصراحه، بقطعها بقى المخلل اللي بنعمل بيها اكل، بتنفع في اي وقت. وكمان الدقه دي انا عملتها معاكم قبل كده، اللي هي ريسه المخلل وكده. بتبقى عباره عن فلفل وعسل اسود والفلفل اللون اللي انت عايزاه، ولو عايزه حراق بتضيفي، او لو عايزه يعني رومي بس بتسيبيه رومي. بحط معاها زيت وملح وفلفل، زيت وملح. ايه زيت دي، هون قلت زيت. لا بحط عسل وليمون وخل وكزبرة و... وبس. وبعد كده لما باجي بقى استعملها، بعصر عليها ليمونة كمان كده عشان الليمون اصلا بيبقى حلو اوي في المخلل. وكمان بحط نقطة خل. بس كده الخل ده مركز، هو نوع حلو قوي. في خل بيبقى نوع مش حلو وتكتري بقى منه براحتك. زي ما انتوا شفتوا القطايه دي كنت هقطعها عليها بس رجعت في كلامي. هو مش عارفه هو في ايه حصل في المونتاج، لان في فيديوهات كتير قوي اتمسحت، والخلطه دي كان نفسي ان انا اوريها لكم بجد. اتضايقت قوي ان الفيديو اتمسح. الخلطه دي بتاعه القرنبيط. زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعه كله على بعضه، مقطعه القرنبيط حتت صغيره خالص. ما عملتهوش ظهور بصراحه، عملته بالشكل ده. وحطيت دقيق وحطيت كمان كاري او كركم اللي عندك يعني. وبحط بقى البهارات اللي انا عايزاها. بقطع معاها خضرة وبقطع طماطم. وبحط بقى بيض، الكمية برضو اللي انت عايزاها. فانا متضايقه ان انا معرفتش اصور المقطع ده معاكم، والله اتمسح. فمعلش بقى، المهم ان هي الطريقه دي حلوه قوي. انا هنا مستعمله معلقه كبيره شويه، ممكن انت تستعملي معلقه اصغر. وممكن كمان تزودي سنه دقيق علشان تتقل معاكي، ان هي ما تبقاش سايبه شويه كده. بس ممكن تحطي بيكنج باودر، بس انا استكفيت بالبيض يعني كفايه. فبصوا انا عايزه اقول لكم بتطلع شكلها حلو قوي. ومبتبقاش القرنبيط سليم كده، في اطفال كمان مش بتاكله وكده. مش عارفه انا بحبه كده قوي بصراحه. هجربه معاكم بطريقه تانية ان شاء الله، ان احنا نعمله مش مقلي. عشان يعني ربنا يشفي كل مريض ويعافيه يا رب. طبعا الحاجات المقليه دي غلط علينا كلنا، بالاخص مرضى الضغط والكوليسترول والسكر والحاجات دي يعني. فربنا يعافينا يا رب ويعافي جميع مرضى المسلمين. المقليات اصلا غلط على ناس كتير جدا. فهحاول ان انا ان شاء الله اعمله لكم بطريقه تانية، مش مقليه. بس الطريقه دي زي ما قلت لكم حلوه قوي قوي قوي. انا عملت الكميه دي عشان احنا ما كناش لوحدنا، كان عندي حد. طبعا لو عندي حد يبقى كفايه بس اللي انا عملتهم كده يعني. طبعا هتعملي الكميه اللي انت عايزاها بقى. ولو فاض هتعملي ايه، هتمسكيهم كده تحطيهم في بوله بغطا محكم الغلق وتحطيهم في التلاجة، بيقعدوا شويه حلوين يعني يوم واتنين. ولو عوزتي تاني يوم ممكن تستعملي منهم حلو قوي وتزودي عليهم وكده. بصوا بقى احنا ممكن تحطي بقى، انا حطيت بعد كده جنبهم فول وكده. انت بقى عايزه تحطي فول جبنه والكلام ده براحتك، بس انا بستكفى بصراحه بالقرنبيط. وجنبه اي مخلل كل حد عايزه او بيحبه. ده بالنسبه لي فطار كافي يعني، لان داخله بيض ودقيق وكده وخضره. فبصراحه كان حلو قوي وبتبقى طريه جدا من جوه ومقرمشه كمان من بره. نسيت اقول لكم ان انا حاطه في العجينه معلقه نشا واحده، لو انت عايزه تحطي زياده حطي. انا كمان نزلت هنا على الصبح كده جبت شويه حاجات بقى. جبت فاصوليا خضراء انا بحبها جدا جدا جدا، فجبت بقى منها.
فلما صدقت اصلا نزلت. جبت بقى الناقص عندي، وكمان يعني جبت التموين وجبت شويه حاجات ناقصه عندي كده. شوفي طبعا زي ما قلت لك بقول كذا مره، تجيبي الناقص اللي عندك. يعني مش دايما تقولي جارتي جابت، اختي جابت، او مثلا اتفرجت على فيديو. بصوا الرز ده، الرز ده ان هو غريب قوي، لسه اول مره اجربه. للاسف جربته وكان بيشرب ميه كتير قوي، وحاسه ملهوش طعم، مش عارفه ليه، اول مره اشوفه اصلا. المهم نرجع لكلامنا، ان انا مش عايزاكم تبصوا لحد، كل واحد يجيب على قد ما هو محتاج، وعلى قد احتياجاته، واللي ناقص البيت وبس. فانا بجيب اللي ناقصني وبس، وربنا يوسع على الجميع يا رب. دي كانت الطلبات اللي انا جبتها، وده كان الفيديو بتاعي النهارده. بصوا بقى بجد هوريكم حاجه كنت مبسوطه بيها جدا، وهي غسالتي 3 شهور وهي بايظه. بعدين شغلتها، الراجل قال لي اعملي دوره خل كده، عشان اكيد من الركنه كان هيبقى فيها ميه وحشه وكده. وعملتها وكنت مبسوطه بيها جدا، وغسلت بيها مره واحده بس. وقلت اوريها لكم عشان الفيديو الجاي ان شاء الله اوريها لكم وهي شغاله وكده ونضيفه. بس للاسف ما اشتغلتش وباظت تاني، دوري تتصلح. ده كان الفيديو بتاعي، واستنوني في فيديو جديد.